اللواء عبد القادر الطحان او اللواء عبد القادر طحان معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية في سوريا المحررة. طبعا انا جبت لكم صورته قبل ما ينضفوه ويرجلشوه وقبل ما يلبس بدلة ويخف الدقن خالص وتكاد تكون مش باينة الدقن دلوقتي. ليه؟ طبعا لان دي عصابة كانت بتقول على نفسها ان هم ناس مناضلين وبيدوروا على بلدهم ان هي تتحرر. في نفس الوقت استقطبوا كثير من شباب هذه الأمة أمثال أحمد المنصور، وبعد ما استقطبوا الشاب وبقى بيدافع عن سوريا كل شوية ياخدوه يعتقلوه. أحمد المنصور كل ما يطلع من السجن، دي تاني مرة على فكرة أخدوه على ايد الراجل دوت اسمه ابو بلال، شهرته او لقبه ابو بلال، ابو بلال عبد القادر طحان معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية في سوريا. طبعا المنظر دلوقتي مختلف زي ما قلت لكم كده، بدله بقى والدقن دي تكاد تكون مش موجوده، ورجلشوه نضفوه لبسوه بدله. يا احمد يا شرع، المره اللي فاتت انا كلمتك بمنتهى الادب. لو انت بتعتبر احمد منصور ارهابي فانت كنت زعيم الارهابيين، ولو انت بتعتبره مناضل ثائر، راجل ناضل علشان بلدك تبقى حر، فهو كان بيدافع عن بلدك وعن ارضك اللي هو انت واخواتك السوريين اولى بيها. احمد المنصور يطلع. يا احمد يا شرع، بدل ما ملفات كتير قوي وصلتني هتتفتح، كل الملفات هتتفتح زي ما كان على راسك كده 50 مليون دولار للخزانة الأمريكية وفجأة بقيت رئيس شرعي بفلوس السعودية. مش هتنفعك السعودية، والملفات اللي وصلتني هتتوزع على الثوار المصريين والمعارضة المصرية كلها بقى يتسلوا عليك فيها يا حبيبي وانت بتبني كده البلد وقايم تقف على رجليك. بلاش اللعبة مع المصريين، بلاش اللعبة مع المصريين، وبلاش تبقى زي التعبان متلون وتاكل اللي وقفوا معاك. احمد المنصور في ضمانك وهو عايش على ارض عربيه دافع هو عن تحريرها، وكان ممكن يدفع عمره. احمد المنصور يطلع لولاده ولاسرته. احمد المنصور ما عملش جريمه يا احمد يا شرع لما اتكلم ضد السيسي. ما هو انت كنت بتقول ايه على السيسي في الجزيره؟ فاكر ولا ناسي؟ ولا نطلع بقى نطلع الكلام كله؟ بلاش يا جماعه شغل التعابين المتلونه ده، عشان احنا مش هنقع واحد ورا واحد وكله ساكت لكم يا ولاد الكلب يا مجرمين. الحريه لاحمد المنصور المواطن المصري المسجون في سوريا.